عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض طريقة حلوة جدا لصدور الفراخ. تقدري تعمليها سندوتشات لولادك وتبقى فراخ باردة، وتقدري تقدميها جنب رز او مكرونة او سلطة، وتعملي احلى وجبة غدا او عشاء. جميلة جدا وخفيفة وسريعة ومش بتقف في المطبخ اكتر من 10 دقايق. يلا نبدأ. معانا بصلاية حطيتها في الخلاط وحطيت عليها ربع كوباية صغيرة من المية، عصرتها كويس جدا وهصفيها بالشكل ده. لما بعملها في الخلاط فمش بتطلع معايا تفل كتير، يعني كلها بتختلط كويس جدا بتدوب. لكن لما بتعمليها في الكبة بتطلعي تفل كتير من البصل، فأنا بما اني مش عايزة غير مية البصل فعملتها في الخلاط. معايا ايه بقى هنا؟ معايا ملح، ومعايا فلفل اسود، معايا بابريكا مدخنة، ومعايا روزماري اللي هو اكليل الجبل، ومعايا زعتر. انا حاطه روزماري وزعتر ناشفين علشان ما كانش عندي فريش. لو عندك فريش تقدري تحطي فريش. حطيت معلقتين كبار من الباربيكيو صوص، وحطيت كمان معلقتين كبار من الزيت، وكمان حطيت معلقه صغيره كده من الزنجبيل او الجنزبيل المفروم. ولو متاح عندك فريش تقدري تبشري جنزبيل وتحطيه عليه، ولو مش متاح تقدري تحطي جنزبيل باودر. هقلب الكلام ده كله مع بعضه، ودي كل التتبيله بتاعتنا. يبقى ميه البصل، حطينا ملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنه، وروزماري وزعتر، وكمان حطينا الباربيكيو صوص، وحطينا الزيت والزنجبيل. بس كده قلبنا كله مع بعض وكده تتبيله جاهزه. معايا هنا صدور الفراخ بتاعتي مغسوله ومتنضفه كويس جدا، ومعايا ده الخيط ده خيط حراري بيتحط على النار، بتجيبيه من اي مكان ادوات منزليه. وهربط الفراخ بتاعتي زي ما انت شايفه كده. عملت العقده من ورا وبعدين بلف وادخل من تحت زي ما انت شايفه كده. شايفه ازاي بلفها عليها وبعدين بجيب من قدام وادخلها من تحت؟ شايفه ازاي بعديها من تحت كده. اتمنى يكون الطريقه واضحه قدامكم لحد ما اخلصه كله بالشكل ده. شايفه ازاي؟ وباجي من ورا بقى بروح ربطاه كده وعامله له عقده كانك بتخيطي. بعمل له عقده من ورا كده وخلاص. كده يبقى عملنا الصدور بتاعتنا. هعمل الصدور بتاعتي كلها بنفس الشكل كده. تقدري تعملي صدر، تعملي 2، تعملي 3، تعملي 4 براحتك جدا. حلو قوي. هعملهم كلهم بقى بنفس الشكل كده، وبعد ما خلصتهم بجيب سكينة وبعمل فتحات كده بالسن بتاع السكينة من قدام علشان التتبيلة تدخل معانا في صدر الفراخ من جوه ويتبل كله كويس جدا. هجيبه بقى صدور الفراخ وهنزل بيها في التتبيلة بالشكل ده، وهقلبها وادلكها واعمل لها مساج. المهم اتبلها كويس جدا. ادخلها بقى التلاجة، الفها كده ببلاستيك راب، اغطي الصينية بتاعتي يعني، وادخلها التلاجة ساعة ساعتين، ليلة كاملة براحتك جدا. اخرجها بقى بعد ما تتبل كويس كده. انا سبتها ساعتين بصراحة مش اكتر من كده، وخرجتها على التسوية على طول. معايا اي طاسة او جريل، حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، مكعب زبدة، وسخنوا كده مع بعض. والطاسة كمان كانت سخنة، الصينية يعني كانت سخنت. ونزلت بقى بصدور الفراخ بتاعتي كده تاخد الصدمة بتاعتها علشان الصينية سخنة، وكمان الزيت والزبدة سخنوا معايا كويس جدا. ولما بتاخد الصدمة كده وتبدأ تاخد لون بقلبها على الناحية التانية لحد ما تاخد لون من جنب التاني، وهفضل اقلب فيها فوق وتحت وشمال ويمين كده. وفي المرحلة دي هنزل عليها ب3-4 فصوص من التوم. التوم معايا فريش زي ما انت شايفة كده وصحيح يعني مش مفروم. حطيت 3-4 فصوص من التوم كده. ولو عندك زعتر او روزماري يكونوا فريش طازة يعني، ممكن تحطيهم برضو في المرحلة دي، هيدي ريحة وطعم حلو قوي. بس احنا حاطين في التتبيله فما حطيتش تاني. هنا بقى نزلت بباقي التتبيله بتاعتي اللي كنا متبلين فيها صدور الفراخ. رجعت حطيتها كده بعد ما الفراخ اخدت لون، فرجعت حطيت عليها التتبيله كلها. ولو استوت معاكي تمام كده تمام هتطفي عليها وتطلعيها. لو لقيت الصدور بتاعتك لسه محتاجه تسويه فهتزودي ربع كوبايه صغيره من الميه على نار هاديه، وتزودي ميه بالتدريج لحد ما تستوي معاكي. انا اخدت معايا ربع كوبايه من الميه غير التتبيله اللي حطيتها.
بصراحة. هنا بقى كانت استوت وتمام. دهنتها كده من الصوص اللي نازل ده، وعايزة اقولك الصوص ده طعمه حلو جدا. لو عملتي مكرونة او رز تقدري تاكلي بالصوص ده جنب الرز والمكرونة من الاخر يا جماعة، طعمه خطير قوي. والفراخ بتاعتك لو هتاكليها سخنة كده تقطعي وتاكلي على طول بالهنا والشفا. لو بقى عايزة تعمليها سندوتشات باردة زي ما انا هعملها، انا دهنتها بالشكل ده بالصوص، وهجيب بقى ورقة زبدة وورقة فويل وهغطيها واسيبها بقى علشان تبرد براحتها، وفي نفس الوقت تمتص السوائل اللي لسه فيها. هسيبها بقى كده 10 دقايق ربع ساعة تبرد براحتها، وكل ما تبرد اكتر هتديكي نتيجة افضل وانت بتقطعيها. يعني ممكن تسيبيها ساعة ساعتين تبرد براحتها جدا. هي اساسا يعني الوصفة بتاكليها تكون الفراخ بتاعتك باردة، تاكليها زي اللانشون، فتسيبيها بقى تبرد براحتها جدا. فكيت الخيط بالشكل اللي انت شفتيه معايا ده، قصيته كده، وهنا بقى بقطع الفراخ بتاعتي. وزي ما بقولك انا ما سبتهاش تبرد قوي، علشان كده مش بتتقطع معايا كويس، بس كل ما تسيبيها تبرد اكتر هتتقطع معاكي بطريقة احسن من كده كمان. هجيب بقى اقطع الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل كده. ودي كانت الكمية بتاعتي كلها حطيتها في السيرفيس. تقدري تعملي ساندوتشات، تقدري زي ما قلتلك تقدميها جنب سلطة او رز او مكرونة وتاكليها وهي سخنة بالهنا والشفا، او تعمليها كده ساندوتشات باردة الفراخ بتاعتك تبرد وتحطيها في الفينو. والفينو ده اللي عملته معاكم امبارح، الفيديو نزل امبارح، لو لسه ما شفتوش الطريقة روحوا شوفوه. طريقته حلوة جدا وسهلة جدا ومش بياخد وقت، وطعمه حلو قوي ويجنن زي ما شايفين كده. عملت بقى الساندوتشات بتاعتي، تقدري تقدميها جنب اي صوص بتحبيه، كاتشب، باربيكيو، اي صوص بتحبيه تقدري تقدميه معاها. وتقدري تحطي اي خضار جوه الساندوتش، تقدري تحطي مثلا خس، طماطم، بصل، براحتك اللي عايزه تحطيه حطيه. بس انا عملته كده بس فراخ مع الفينو ومع الصوص بتاعنا الكاتشب، وتاكلي وبالهنا والشفا. جربي الطريقه دي وهتعجبك جدا. ما تنسيش اللايك والشير، وتقولي لي ايه رايك في الوصفه بتاعه النهارده. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي، تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل. واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.